بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ساحتي سابع كتاب الصلاة الآن معتي إن شاء الله في باب صلاة المسافر والمريض بإذن الله. تقرأ يا أبو عبد الرحمن. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الصلاة المسافر والمريض. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتان وأقرت الصلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ الإمام الحافظ رحمه الله: باب صلاة المسافر والمريض. باب صلاة المسافر والمريض يعني أبدو بتازي بزعنا ناي لا شيء كما يقولون مسجل كم هو الحموم كما يقولون مسجل قال سلكائي يقول الإمام الحافظ رحمه الله. زقا انت يرد عنا أنه دين الإسلام دين رحمة كم مخالف لحموم لزقيشن رب سبحانه وتعالى رخصة يقولون ورخصا عزيما بشريعة كتقرأوا يأخذ سمعوك لها عزيمة خذها الكل فرد مالتي ورخصة خذها الكل اتي فردي كابتي عزيمة لتبهالي تأزاز قرب خفف له يصلح كاملتي إذن خفاف كابينا يتبقسيو الكانت لا حتيتك اتي دين الإسلام دين رحمة ودين يسر لزخنا رب سبحانه وتعالى أما قشاخان أبقي زيح تحمل لك لها أوان اتي تقبروا عبادة لن بينو إيو ولذلك رب سبحانه وتعالى شريع لنا صلاة أهل الأعذار دبهان. أهل الأعذار من يوم أتم عذر ذا اللغم عذر شرعي كسبلوا لي يقولوا بستفعل عليه مخليت بستاتهم قبل 3 سنوات يحلفون ويكا يا شاي ويكا حموم ويدما بقزيه وقو يعتبر بأهل الأعذار يا شاي حموم أبقينا نزلوا نزيعتهم رب سبحانه وتعالى رخصة مالت يعني كابت فردسي فليز بلا تعزاز فليز بلا عبادة رب سبحانه وتعالى شريع لنا يرخص بها. لو معتي إن شاء الله بزعوهم كنزار بنا ونفلتنا نحن رب سبحانه وتعالى اتي رخصة خصلوا تخيل معاشي اتي رخصة زي قبعة كان كل تسرح معاشي كل زيتات إن شاء الله بزعب باب صلاة المسافر والمريض إزداد لنا كنزار بنا. يقول الإمام الحافظ: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. أبدأ حديث زي ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها يردعنا يبلى أن صلاتي سي فرد صلاة من مجمل يجزيه فرد خيلاخ توردنك الله كرب العالمين كلت ركعين وريدا. وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان علت تفرد له صلاة كساع بداية الهجرة لمدينة منورة زهاجروا
ركعتين مسجدون يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زخا أنت زخا خلنا قصة الإسراء والمعراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مكة إلى بيت المقدس كان بيت المقدس إلى سدرة المنتهى مسكدوا أو رب العالمين وركعتين للعشاء. أما صلاة المغرب وتر النهار سيدنا بره كم آية صلاة ركعتين وليدا وثلاث ركعات المقصى حج خالنا. فهجرة مستبقسوا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أتن ركعتين زنبرة كم بعد صلاة الظهر والعصر والعشاء نزئة توسيخا ككلت ركعة إلا ما قشات لأخوك كم تقدم سجدنا بركان ركعتين تسجد. أما بعد هات اللقاء 4 ركعات تسجد. صلاة الفجر كم تزنا مرتو بقى قتيلة صها نوح قراءة القرآن تقرأ الله بصلاة أبتي وان لصلاة الفجر رب سبحانه وتعالى يقول قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا نوح قراءة رأس لزقنه إذن رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى ركعتين كوينا قد فوامات سلازي إبلاسة عائشة أول ما فرضت الصلاة ركعتان فأقرت صلاة السفر يعني صلاة السفر أما قشا خوم كله أسلامي ركعتين ترى يتسجد. وأتمت في صلاة الحضر وأتمت في صلاة الحضر يعني صلاة الحضر توسيخها مالتي حضر مالت حضر كمقيمة اللي خبرتي وأنت حاضر بعدها حاضر كم بعدها صلاة السفر ممكن كانت تسجد مالتي. نعم حديث اللي بعد. وللبخاري ثم هاجر ففرجت 4 وأقرت صلاة السفر على الأول. وزاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. واصل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة رضي الله تعالى عنها من فعلها وقالت إنه لا يشق علي أخرجه البيهقي. قال الحافظ رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق علي أخرجه البخاري. إذا حديثي يبلا ستنا عائشة أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قشى قومي كله حديث زي صلاتهم بقصر غيرهم سجدوا حديث زي خاء صلاتهم ملو زي يقولوا سجدوا كمونا من قد خاء أما قشى ما حديث زي سمون كله قشوا الحديث زي خاء يفطروا رواه الدارقطني ورواته ثقات لك إلا أنه معلول. نعم حديث ضعيف جدا كمان لا تثبت به الحجة لكن يبلغ. والمحفوظ عن عائشة أما ستنا عائشة موقوف كوينها لكن بزعبة قال زي نساء كم زملته خون كله زي فعلا رقص كوينه ركب خير. أما إنه سيدنا محمد وغيره يكون يبلغ العلماء سلزي زي حديث زي ضعيف كوينه يركب لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفوتهم أم بمقشة صلاتهم قصر تليكونهم اتمام سكيلة وفوتهم. إمام القيم يقول أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أم مقشة بفوتهم اتمام تليكون زي قصر تليكون اتمام غير وفوتهم أبدا. سلازي العلماء اختلفون هل تصح اتمام الصلاة في السفر يعني مقشة تليخا صلاة الظهر 4 ركعات سجد كاين صحيح لين وغير صحيح أبدأ أفتفل اليوم نمنتهي لهم لأن الصلاة أصلا تفريدها ركعتين أب صلاة القصر أب مقشة ومكلها قصرا كالسجد يزيد باكا لأن أساسها هم يوم
أبجيز أبعدها هذا الله وتخام بري أما قشة توسخ يجب كان وزغا قول الظاهرية والأحناف والله أعلم. أما جمهور العلماء يقولوا لا أنت سكيت زبلت إيه قصرا جركاس الجايز قباء ركعتين 4 ركعات ركعتين تسجد، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ركعتين سجدون وهم قال أن رب العالمين سبحانه وتعالى يبل ولا جناح عليكم إن خفتم أن يفتنكم الذين ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فابدأ يزيد لا جناح سنزبل رب سبحانه وتعالى جناح لماني جناح ملت لا جناح عليكم جناح إثم يعني جنبي بالكمن أن صلاتكم تدعى صلاة الرباعية ركعتين تسجدكم معه. كابت بقيسهم علماء الجناح دبهال إثم دبهال كاب فردي نفسنا يوضح لذله انبال أساس إتمام الصلاة أساس إتمام الصلاة ركعتين تسجدك منهم سجري بالكان إذا لا أتم تمنس كادما منهم سجري بالكان نزلنا رزقها السنة سنة النبي عليه السلام فتفسيراته سنة النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرات سقاط تفسيرنا سيدنا محمد المالي أبجيز يوم قال شاخون كله قصرا سدنيهم قصرا سدنيهم أبجيز عدم لما تأتم كأني إتمام سدنيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كم تحنا إن شاء الله تطبقنا هنقول صينا أجابنا صلاتهم معاشهم قصرا سدنيهم أتي مسافة سدلوا من قدتها تنمتا كيلومتر معاشي فكان كل زمتنا إن شاء الله تعالى. قلنا إحنا عندي تزاربنا دلّا أن ستنا عائشة في حديث الزيلان أن سيدنا محمد أمد الشاه كله قصرا سجدوا وإتماما سجدوا إذا غير صحيح تحدثك حدثا كما يسجدوا النبي عليه السلام قلت لك قصرا لأنه برخصة يوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زغا تقليتي يوم صحيح البخاري أن سيدنا يعلى ابن أمية سيدنا عمر بن الخطاب حديثه رب سبحانه وتعالى في القرآن يبل لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم الذين كفروا فيلو أو قد أمنا فعلى ما نقصر يعني ترى فرحنا هنا تاتبل تآيات بل ترى كاب صلاة فرحكم صلاة الإتمام قصرا سجدوا الحين فرحيا الحمد لله سلمنا تريرو وتهدرنا بزيحهم وصلاة تدحريرو انتايسي نتي صلاة قصرا إتمام كنت سجد قبال الناس قصرا سجدوا سين المنتاي ويلو سيدنا عمر بن الخطاب حتى سيدنا عمر بن الخطاب المعني عجبت مما عجبت منه فقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذا لزي رخصة هاي أتينا معنا إن شاء الله بالتفصيل. رخصة سلزقله أنا خاطر رخصة رب سبحانه وتعالى ذهبنا ونقبل يقبلنا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان وفي الرواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم. قال الإمام الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان في روايته كما يحب أن تؤتى عزائمه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يا سلام. إذا حديث زي عمدة أبز بابزي باب الرخصة سلزخوني زخونا نقر رب سبحانه وتعالى الرخصة يلو فقد هبك بوق تسريح زلباك يقولوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يحب يعني رب سبحانه وتعالى يفتو ربنا سبحانه وتعالى يفتو وزخانت يقول العلماء إثبات صفة المحبة لله إن رب سبحانه وتعالى يفتو ورب سبحانه وتعالى يتسلل لكن أفتتوهم كم زلنا هنا أفتتوا يقولون
رب سبحانه وتعالى أفتات وعناتو كمتي أسماتون مجلساتون كمتي نعو زقبو سبحانه وتعالى أفتات وغير يفتو سبحانه وتعالى كم لا يكون كم رب سبحانه وتعالى يصلي يكره مثل عملته اتصل على أول كمتي نحن نصليه ويود آدم نصليه يكون تايدا صليه سبحانه وتعالى كمتي نصوص قبو على مالته سبحانه وتعالى سلازي إن الله يحب أن تؤتى رخصه لأن ترخصة نجزء رسول الشريعة سلزخله ونستغل ما بالي رب سلزخلك ربي سجدي لك عزيزك 4 ركعات سجد أبغزها كلها أما الشهر مالي رب سبحانه وتعالى لك خلو أفكد الكاية 4 خلتك سجدا لا الكاية اعتبل تيلا مرحبا لك تقبل لأن الاستخاء بالي رب سلزخلك وزي رخصة ما لا رب العالمين رخصة سلزخله إن لا تحبسك تقبل له مالتي كما يكره أن تؤتى معصيته زغا كما للتشبيه كمتي رب سبحانه وتعالى لتصلي انت لا معصية غيرك يقطعني رب ولا يقطعن بلي يصلوا با يصلوا سلزخله تي رخصة الماني نتيكاها تقدفك يصلوا رب سبحانه وتعالى إذا رخصة لرب العالمين تقبل رخصة لرب العالمين تقبل ولذلك سيدنا محمد كم تزبلناكم أملوا مقشاتات ناتو سبحان صلى الله عليه وسلم سجدون كله قصرا يسجدون لا 4 ركعتين يسجدون اليوم بفطم قد صلهم ويوسخهم يفطون عليه الصلاة والسلام عملا بهذا الحديث إذن قد قيش كلها أتي رب سبحانه وتعالى رخصة ذهبك وسرح صلاة 2 ركعتين سجدا جمع تدريخا جمع قبر مفطار أما قيش كاد ما تفطر تقيلخا كم أمن حمام اللي كا بسنك حمام المالي حاجة نقر كات تتوالي فكا لأنه رخصة صدقني زحام المالي كاب صلاة الجماعة ترف زحام مخاني قصرا يسجدين حموم حموم قصرا يسجدين لأنه مقيم سلزقني القصر المالي للمسافر أما حموم يجوز له يجمع عصر الظهر كبا محل ساق سجدة ومغرب العشاء كبا محل ساق سجدة كا يفك دكاي وهذا يا جماعة إن الله يحب أن تؤتى رخصة ولذلك حجي أما قلتي ناقشها الله متى كاخلو رخصة لا فطر رخصة لا فطر متى كاخلو الفطر طبعا أطبقنا قلتنا لنا في باب الصيام كتاب الصيام كتاب الحج ودينا هنا يعني من لسننا إلا أن يشاء الله 3 نقرات يقول فكا انت تسمك يقول أكا يتصوب وي قاليتي انت تسمك أيقول أكا يتصوب بحيل خم قوتك لها ويد ما انت تسمك خالي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يقول أكا ولا لا يقول أكا من ولا خبالي بدر عندها خاي قد فكاني معناته ما أكلاي فرقة إذا نزل سجياتا حكم هو منع لنا دحر سيمك أقول أكا تقينو الفطر أفضل لك بلا نزاع يا كمان واجب يكون قوم الخير سيمك أقول أكا نحبينو صوم سيمك دحر ديك وأن أكا ترى أخوينو كتصوم جائز ولكن الفطر أفضل لأن رخصة سلسقني إن الله يحب زاد قبل الله إن الله يحب يفتوه خيره يا أخي ما قشع على لك ترخص برخص الله واضح يا جماعة وما كان ما تقول لا يقول أكا ولا يبي لك تقول خاني بزيادة ما انتهى قول مالتي برخصة التسريح بترب سبحانه وتعالى إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته نعم أو قد ما تبع خالي بزيادة رخصة تقبلوا
لأنه ممكن 3 ركعتين جماعة هم قاعد سكت تخيل تسقى كده قاعد تفعل عليه مطنك سيأتي معنا متى إن شاء الله. كما قالوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصف الأول مسأتهم سجدوا، الصف الثاني تطوب له، وتأتم ركوع قبل كله، تأتم يحيطهم، تأتم إقامة قبل كله، وتم بالحجز له السجود قبله، وتم سجدوا المعني تم كل ركعات الأسجيلهم، تأتم قال طويلهم سبيوهم أنت شهودهم بدو، تأتم سجيدهم وطو، وتم سجدوا نور بالحلت قدم يقدموا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان التي أتم يسبهم كساعة سلامة الموصول التي أتم كان يسبهم مستم كالأوت مستم أبكال أي سبز نبرو مسأتم سلامة الموصول سيدنا محمد عليه السلام. أقدمنا صلاة الخوف نبين عينتي سلازي كم ما هي نسأل خمينة الموصول لذا أنت يرداك رخصة برضو رخصة. قال الله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا تغفلون عن أسلحتهم وأمتعتهم ويميلون عليكم ميلة واحدة. كل ذي الجواب لصلاة الخوف أهل الأعذار جاءتهم إن شاء الله متأنى بالتفسير بإذن الله. وفي الرواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. أيوة وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. زغا أنت يردنا أن رب سبحانه وتعالى أتي تأززنا تأزاز حمشت وقتنا نسجد حمشت أركان الإسلام أب حياتنا خنوعل صوم يخون زكاة حج إذا كله عزائم. العزيمة مالت فرد مالت عزيمة فرد هو آية وحديث قبروا تبل تأزاز متون كله صارف دي بالله عزيمة بحال لذا عزيمة زي دحرد أبو صريحنا أجر لنا ولا يبالله أجر لنا. رب سبحانه وتعالى يفتون يسرح ولا يفتون فتوه بقى تلي فتو ده عزيزه سبحانه وتعالى سلازم فتو صلاة حمس توقتي عزيزنا سلازم فتو صوم عزيزنا سلازم فتو حج عزيزنا الحجج وهكذا. إذن رخصة الماني أي وحدينيو كابزو بوتازي لك مع أجري اللوغو. ولذلك انتدى عن السخاء حججك وي صومك وي أما قشا صلاة القصر جلك وي حمام وليدك تخلو تصرحوز نبركا بتعنا خان أبعد خان انت لاقيشك أقديلك رب سبحانه وتعالى تصحفلك خلو كم تي بعد خاز نبركا بتعنا خان بعافية خان أجر خان تصحفلك حتى حسنات بدلك. ولذلك عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سافر أو مرض كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا. كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا يعني تأجري أي تفأكاني أبدا. ولذلك إذن يا أخي برخصة رخص الكوسل لا عليه حين لني وطعنا لني وانتهى لني زفطر وانتهى لني زبل. نحن الحمد لله بهوتنا إلى زلنا بحينا لنا منتهي صلاة ركعتين صلاة الظهر ركعتين نسجد يا أخي 4 سجد لنا أنت أتصبئنا لربنا نذكر وجهنا. هل هذا كلام صحيح؟ غلط جايز. ولذلك نحن أمة اتباعنا أمة بحساباتنا نكيد ويبزرعنا نكيد يكوننا. رب سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك مسلسة سقوط زبلو أنا أي مرعوني تعالى خايلو أنا بفوت صوم أي فطرني تعالى لما يقول أنا خاني بفوت صوم صلاة الليل يقول فيني ويكحل خواتم كابوس صوم سقاي بالعين. النبي عليه الصلاة والسلام